صعب قوي نتكلم عن ازاي توصل المحبة وما نتكلمش عن المحبة شوية. المحبة بالمفهوم بتاعنا يمكن، مش يمكن، اكيد مفتقدة. يعني ايه بالمفهوم بتاعنا؟ يعني المحبة الحقيقية، المحبة اللي فيها سندة، المحبة اللي فيها تشجيع، المحبة اللي فيها كل واحد بيقوم بمسؤوليته. مفيش. ناس كتير قوي بتضحك على بعض باسم الحب، ناس كتير قوي بتستغل بعض باسم الحب، ناس كتير قوي بتعمل الغلط باسم الحب والمحبة. لكن الحقيقة انه المحبة نقية، المحبة ما فيهاش حاجة تقل من الكرامة. المحبة مش التضحية بالمفهوم بتاع الشمعة تحترق من أجل الآخرين ده. المحبة لا تفترق عن الحق. المحبة والحق مع بعض. لو أنا شايفك تعبان وشايل شيلة تقيلة، ينفع أحط كتفي واسندك، لكن ما ينفعش أشيل الشيلة كلها أنا عنك عشان أبقى أنا كده اسمي بحبك. دورك ومسؤوليتك من المحبة إن أنا أسيبك تشيلهم عشان أنت تكبر كمان. فالفكرة بتاعت انه احنا عشان بحبه بضحي عشانه، وعشان بحبه ما اقدرش ارفض له طلب، وعشان بحبه بلبي له كل اللي نفسه فيه، دي مش محبة. ده تسموه بقى اعتمادية، تسموه تعلق، تسموه اي اسم من الاسماء اللي طالعة بقى ترندي دلوقتي الفترة دي، سموه اي اسم تحبوا تسموه له، بس دي مش محبة. المحبة والحق لا يفترقا، المحبة والنور دايما مع بعض. المحبة مش معناها ان انت تتسفلت عشان خاطر حد. خدوا بالكم، العلاقات اللي ما فيهاش محبة زي المكن اللي مش متزيت، هيعيش شوية وهيأدي غرضه شوية، وهيمشي حاله شوية، وهيمشي البيت شوية، وهتفضلي جوه بيتك ومش هتسيبيه ومش هنبعد عن بعض. لكن هيجي وقت والتروس هتعطل، مش هتلف، لان مفيش محبة، لان مفيش زيت بيلف جوه بين الترس والتاني، لانه مفيش تواصل، لانه مفيش محاولة ان انا اوصلك بلغتك ان انا بحبك. كلموا بعض بلغات المحبة، وفهموا المحبة صح، وفهموا التضحية صح، وفهموا ان المسؤولية والمحبة والحق دايما مع بعض ايد واحدة.